السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلنصبر ولنحتسب. قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اعلموا رحمني الله وإياكم أننا قادمون على رب رحيم، والله تعالى عند ظن عبده به، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الظن فيه سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. اللهم إنا نظن فيك خيرا، اللهم إنك أنت الله الغفور الرحيم. إخواني وأخواتي، لعل من يسمع أن نتكلم بهذا الكلام أو سوف نخصص هذا الكلام لجهة أو اسم سوف يرمينا من في قلوبهم ضغينة أو في قلوبهم غبش، وأقول الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما ذكر الحديث حينما أتت إحدى بناته ترسل لتخبره أن صبيا أو ابنا لها قد توفي، فأخبر الرسول أن يعود إليها وأن يقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فأمرها فلتصبر ولتحتسب. لكن عاد الرسول وقال: قد أقسمت أن تأتي إليها، فأتى فحمل الصبي فإذا في نفسه وروحه تقعقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففاضت عيناه رحمة وشفقة، فسأله سعد قال: ما هذا يا رسول الله؟ يا رسول الله قال: هذه رحمة، هذه رحمة. نعم، رحمة يجعلها الله في قلوب العباد، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه، نعم يربيهم في كل مكان بالحال والمقام الذي يكون عليه فيترجم إلى حقيقة. وهكذا كان هذا الجيل تربى وربوا من خلفهم. فإننا نقول: ما من ميت يموت إلا وتدمع أعيننا وندعو له بصدق وبإخلاص، ويجب أن نكثر من الدعاء للموتى. نعم، أن نطيلهم في الدعوات وأن نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا حتى نلقاه وأن يتوفانا وهو عنا راض. لقد تلقى الجميع والعالم بأسره قبل ساعة من الآن نبأ وفاة الملك عبد الله رحمه الله، وأسأل الله أن يرحمه، أسأل الله تعالى أن يغفر له، ملك المملكة السعودية. والله الذي لا إله إلا هو، من يأتي ويرى الحرم المكي سواء في المدينة وسواء في مكة، والكيلومترات والهكتارات والمسافات الكبيرة التي جعلوها لله جل وعلا، فنادق فخمة ومحلات ومتاجر وساحات
أخذ أهلها تعويضا كبيرا من أجل أن تهدم وأن يجعلوها داخل الحرم ليحفظوا هيبته وليحفظوا أرواح المسلمين والمسلمات، وليزداد الأمر حسنا وبهاء وإشعاعا وقبولا في العالم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملهم خالصا، وأن يتقبل الله منهم، وأن يرحمهم، وأن يغفر لهم بهذا العمل. نعم، فهذا أعظم عمل تشريف يوفق الله جل وعلا له من أحب من خلقه سبحانه جل في علاه. ويكفي شرفا أن يقال خادم الحرمين الشريفين، يكفي شرفا أن يقال خادم الحرمين الشريفين. ولنتأملها، يكفي شرفا أن تقال لك أنك تخدم كتاب الله، وأنك تخدم بيت الله، وأنك تخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فربنا سبحانه وتعالى يرى وسبحانه يعلم. ولهذا أبشركم أحبابي وإخواني، علينا أن ندعو لولاة الأمور. فقد قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لخصصتها للإمام. لو كانت لي دعوة مستجابة لخصصتها للإمام. نعم، لأن به تصلح حال البلد وحال الدولة وحال الرعية. فأسأل الله جل وعلا أن يصلح أمراءنا وحكامنا وملوكنا، وأن يصلح بلادنا وشعبنا وقادتنا، وأن يجعلهم على الخير دائما، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم وترشدهم إلى الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك يا حي يا قيوم، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لميتنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فازد في إحسانه، وكان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرا من حفر النار. اللهم إنك تعلم لو كان ضيفنا لأكرمناه، وأنت الله الكريم. اللهم إنك تعلم أنه أكرم أناسا بالملايين، أطعم في سبيلك، وأنفق في سبيلك، وساعد في سبيلك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم اجعل ما قدمه سببا في عفوك ورحمتك ولطفك ومغفرتك. اللهم ارفعه في أعلى عليين، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. أحبابي وإخواني، أسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا رحيمة مشفقة تحب الخير الجميع والرحمة للجميع، والجزاء من جنس العمل. نعم، إذا أحببت للخلق رحمة فسوف تأتيك بفضل الله تعالى، فكن مشفقا، فإن العباد بيد الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. وربنا سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وربنا سبحانه وتعالى: إذا رأيتم عبدا يوفق للخير فاعلموا أن ذاك توفيق من العلي الكبير سبحانه وتعالى. وأبشركم أحبابي وإخواني، لأن تلقينا هذا الأمر بفضل الله تعالى ليلة الجمعة، فغدا إن شاء الله تعالى هو يوم الجمعة، بعد ساعات يؤذن إن شاء الله تعالى للفجر. نعم، وأبشركم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من توفاه الله جل وعلا يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر، وقاه الله من عذاب القبر. قال القرطبي رحمه الله تعالى عن الأحاديث التي تدل على أن من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي عذاب القبر، قال: هذه الأحاديث التي تدل على نفي السؤال، سؤال القبر: من ربك، ما دينك، ما تقول في النبي الذي بعث إليكم. وأقول لكم يا أحبابي، يجب أن نحيا على هذه الأمور حتى نوفق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لكن الله تعالى يحب من أحبه وفقه فتوفاه في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وقد يكون له منزلة الشهداء، وسترون هذا إن شاء الله جل وعلا.
فإنه أبين لكم أشياء بأقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. قال: لا تعارض أحاديث السؤال السابقة، أي لا تعارضها بل تخصها، وتبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه، فمن يجري عليه السؤال ويقاسي تلك الأهوال، وهذا كله ليس فيه مدخل القياس ولا مجال للنظر فيه، وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق. قال الحكيم الترمذي: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء عما له عند الله، لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها، ولا يعمل سلطان النار فيه ما يعمل في سائر الأيام، فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآبه، وإنه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة عنده، فلذلك يقيه فتنة القبر، لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن. إنما الأعمال بالخواتيم يا أحبابي. فإني أرشدكم يا أحبابي وإخواني والله الذي لا إله إلا هو بصدق أن تدعوا مع الملك عبد الله رحمه الله، أسأل الله يرحمه، أن تدعوا معه إن شاء الله تحت هذا الفيديو دعوات، والأعظم من ذلك أن تدعوا معهم في السجود. نعم والله الذي لا إله إلا هو الأمر جلل والأمر عظيم، وربنا غفور رحيم كريم. فأسأل الله تعالى أن ما قدمه من صغيرة وكبيرة إنفاقا وجودا وسخاء ونماء في هذا البلد أو غيره من البلدان، وأعم أقول أو غيره من البلدان، أن يجعله الله سبب رحمة وعفو ومغفرة ونجاة من النار. اسمعوا. قال: أن من مات يوم الجمعة له أجر شهيد، فكان على قاعدة الشهداء في عدم السؤال، كما أخرج أبو النعيم في الحلية عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. نسأل الله أن يرزقنا من فضله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من فضله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله ولا حساب عليه، وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهد له أو طابع. سبحان ربي، سبحان الله. قال الإمام الألباني رحمه الله: الحديث حسن صحيح حسن، وفي صحيح الترمذي وصحيح الجامع. وعلق الشيخ الألباني على كلام الترمذي المتقدم فقال: رجاله موثوقون إلا أنه منقطع كما قال الترمذي، لكن رواه الطبراني موصولا كما في الفيض، وله طريق أخرى في المسند وإسناده حسن أو صحيح بما قبله في المشكات. قال هذا رحمه الله. وقال في أحكام الجنائز دوله باب علامات حسن الخاتمة. الألباني رحمه الله قال هذا الحديث ودوله باب علامات حسن الخاتمة. فأسأل الله جل وعلا أن يتوفنه وأن راض، إنما الأعمال بالخواتيم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما عنده لنا خيرا ودخرا وفوزا ورفعة ومكانة. ونسأل الله تعالى عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء. أسأل الله الحي القيوم أن يجعل بلد الحرمين بلدا آمنا سخاء رخاء، وأن يجعل جميع بلاد الإسلام سخاء رخاء، وأن يحفظ سبحانه جل في علاه كل من يعقبه وكل من يأتي بعده، وجميع الولاة وجميع الأمراء وجميع الملوك في بلاد الإسلام، أن يكونوا على خير، أن يكونوا على خير مع شعبهم قلبا واحدا وجسدا واحدا، وأن يكونوا متحابين في الله جل وعلا، وأن يقينا شر الغادرين والماكرين والحاسدين والمتربصين. اللهم احفظ بلد الحرمين من كيد الشيعة الأشرار، اللهم احفظ بلد الحرمين من كيد الشيعة الأشرار،
اللهم احفظ بلد الحرمين من كيد الشيعة الفجار الضلال. اللهم احفظ بلد الحرمين وقادة الحرمين من كيد الروافض، من كيد الروافض، من كيد الروافض. اللهم احفظ بلد الخليج وبلدان الخليج. لعل من يقول هذا الكلام وأنا أعي بعض القلوب المريضة أنه كلام لعل فهم الآن المتكلم فهم، لكن الله على ما أقول شهيد، أني أتكلم من باب إنسان يرى الحقائق ويبصر ويطالع ويعيش الحقيقة مع أهل البلد. نعم، فيرى أن الشيعة الروافض يتكالبون على أهل السنة ويزرعون الفتنة ويريدون عوجا. نعم، لا يريد استقرارا ولا أمنا ولا نماء ولا عطاء ولا حبا، بل يزرعون الفتن كما في البحرين وكما في الكويت وكما في غيرها. أهل السنة والدعاة يحاربون. نعم، لكن الله قيض لهذا البلد الحمد لله بفضل الله تعالى جنودا. نعم، قيض لها رجالا، قيض لها بفضل الله عز وجل ملوكا وأمراء. نعم، بفضل الله تعالى. ونقول وبالله التوفيق أن الله يوفق من شاء سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تعالى أن يزيد بلد الحرمين رفعة وهدى وتقى، وأن يخصهم الله جل وعلا، لأن الله خصهم بمزايا يكفيهم فخرا أن هذه البلد عاش فيها محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيهم فخرا أن هذا البلد كان فيه الصحابة رضي الله عنهم، يكفيهم فخرا أن هذا البلد فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا البلد فيه الكعبة. نعم، هذا البلد فيه بيت الله الحرام، هذا البلد جعله الله آمنا. فسبحان ربي، خصه الله بالثمرات وبالرزق، خصه الله تعالى بالعلماء وبالدعاة، فلك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. وجعله الله قبلة للعالمين، جعل الله هذا البيت في هذا البلد قبلة للعالمين. فنسأل الله تعالى أن يجعل قلوب العباد كلها تهوي إلى هذا البلد، وأن يوفق المسلمين والمسلمات إلى الحج والعمرة، وأن يتابع لهم بين الحج والعمرة. ونسأل الله تعالى أن يرزق الشعب السعودي، أن يرزقهم سعادة ورزقا وانشراحا وأمنا وعطاء، أن يرزقهم الله الشفاء. ونسأل الله تعالى أن يشفي جميع المسلمين، وأن يشفي مرضى أهل الخليج والسعودية. يقول بعض لما؟ لأن الكلام الآن أتكلم عن هذا، وإلا كلامي قبل أن أكون فإنه أعمم، فلا تطير العقول إلى السلب، إلى أشياء سلبية. ابقوا معنا رحمكم الله جل وعلا. أسأل الله تعالى لأن نعاي نبصر حقائقا تقع تدمع. نعم، العين تدمع من كثرة الأسحار والعين والحسد. نعم، أسأل الله جل وعلا، والحمد لله أنهم يقيمون الحد على الساحر، وهذا الحمد لله تعالى رحمة لهم. حد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 سنة. نعم، هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن جعل الله في هذا البلد يقام شرع الله عز وجل على ساحر، على سارق، على زان، على صائل، على معتد، يقام شرع الله عز وجل. هيبة الشريعة لا زالت هنا، هيبة العلماء لا زالت. ترى المساجد في كل مكان، وحسن القراءة والآذان. ترى لا زلت ترى إلى الآن الناس فيهم حب للدعوة وللخير واحتراما لأهل السنة والإسلام والالتزام. فهذه منقبة تحفظ لهذا البلد، شاء من شاء وأبى من أبى. فلك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد. اللهم زد هذا البلد ثباتا وإيمانا ويقينا وسدادا يا ذا الجلال والإكرام. واسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا المغرب وملكها وشعبها، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يؤلف بين المسلمين قادة وشعوبا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يوفقنا ألا نتفرق، وأن يوفقنا ألا نتشتت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا أحبابي الدعاء مع الملك
عبد الله، وأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، وأسأل الله تعالى أن يجعل قبره روضة من الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لأهله الصبر والاحتساب والرضا، وأن يوفقهم لطاعته والعمل على مرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.